السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى هذا اللقاء استمرار لتساقط الأمطار خلال هذه الأمسية، خاصة على المناطق الشمالية الغربية وكذلك الشرقية. حتى مصلحة الأرصاد الجوية أصدرت تنبيه من المستوى الأول على كل هذه المناطق، تنبيه آخر عن موجة البرد التي تجتاح حاليا المناطق الشمالية خاصة المرتفعات الداخلية الغربية والوسطى، على كل من أم البواقيت، بسة، كذلك المسيلة، بومرداس، الأغواط، باتنا، البليدة، البويرة، تلمسان، ولاية تيارت، ولاية تيزي وزو، الجلفة، كذلك سعيدة، سيدي بالعباس، ولاية المندية، البيض، برج بوريريت، تيسمسلت، خنشلة، عين دفلة، ولاية نعامة، حتى على الهضاب العليا الشرقية على ولاية السطيف، وهذا إلى غاية يوم الغد إن شاء الله. أما عن حالة السماء خلال يوم الغد إن شاء الله، دائما بقايا الاضطراب الجوي على المناطق الشمالية خاصة الساحلية الوسطى والشرقية، أمطار على فترات، لكن تحسن في حالة الطقس على الواجهة الغربية والمرتفعات. رغم ذلك السحب ستنتشر على كل هذه المناطق، الرياح ستشتد ضمن تيارات غربية أحيانا شمالية غربية تصل لغاية 50 كم في الساعة على كل من السواحل الوسطى وكذلك الغربية، وأجواء مستقرة على الجنوب. عدا رمال ستنتشر على منطقتي الأهجر وتصل إلى غاية أقصى الجنوب. 6 درجات دون الصفر خلال هذه الليلة على منطقة باتنا، 5 درجات دون الصفر على الجلفة، المشيرين العامة والبيض. مقاييس ما بين 3 درجات لغاية 4 درجات على السواحل، درجة الصفر على منطقة بسكرة، 8 درجات على كل من تندوف، تمنرست وجانات، ترتفع لغاية 17 درجة كالمقياس على أقصى الجنوب. أما خلال ظاهرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى دائما منخفضة خاصة على المرتفعات والهضاب، 6 درجات كاد المقياس على كل من باتنا، تبسة، كذلك المشيرين العامة والبيض. مقاييس ما بين 12 درجة إلى 13 درجة على السواحل، تقريبا نفس المقياس على شمال الصحراء، 18 درجة على مناطق الجنوب الغربي كذلك مناطق الجنوب الشرقي، ترتفع إلى غاية 32 درجة على برج باجي مختار وحتى على ولاية عين قزام. غدا بحول الله البحر سيكون مضطرب تقريبا على كافة السواحل، حتى رياح من معتدلة شرقا إلى قوية نسبيا على كل من السواحل الوسطى والغربية تصل لغاية 50 كم في الساعة. البقية تقول خلال يوم الثلاثاء إن شاء الله دائما عودة الأمطار على السواحل وحتى على المرتفعات على شكل زخات إن شاء الله. هذه الأمطار ستشمل مناطق الجنوب الغربي كذلك شمال الصحراء، مع رياح قوية ستهب على السواحل الغربية والوسطى. أما خلال يوم الأربعاء إن شاء الله تقريبا نفس الوضعية على المناطق الشمالية، أمطار على فترات على السواحل وحتى على المرتفعات، تحسن في حالة الطقس على المناطق الجنوبية. رغم ذلك سحب ستنتشر من منطقة تندوف نحو شمال الصحراء، دائما هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية الغربية والوسطى، درجات الحرارة دائما منخفضة خاصة على المرتفعات. أما خلال يوم الخميس إن شاء الله دائما تواصل لتساقط الأمطار على الواجهة الغربية والوسطى لتلتحق ليلا على المناطق الشرقية، أجواء مستقرة على الجنوب، درجات الحرارة سترتفع خاصة على المرتفعات وتتراوح ما بين 12 درجة إلى غاية 18 درجة، لكن هبوب رياح قوية على أقصى الجنوب كذلك منطقتي الأهجار والتاسيلي مع تطاير لرمال. أما عن وقت شروق الشمس اليوم الغد إن شاء الله سيكون في تمام 8، ولأكثر تفاصيل مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.